التجمل لأجل يعني إغراء هذا شيء آخر. يعني خاصة النساء، الله سبحانه وتعالى لما ذكر يعني في سورة النور قال للنساء يعني وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فربط يعني غض البصر بيحفظ الفرج. نعم، لأن هذا يؤدي إلى ذلك. نعم، بوابة النظر بريد الزنا. الله سبحانه وتعالى قال لها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يعني جل العلماء قال كل ما عاد الوجه والكفين يعني اللي مسموح أن يظهر. نعم، يعني في الآن من الناس من يقول أن تغطية الرأس غير مذكورة في القرآن. أيوة. هذا كذب. سؤال منتشر. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هنا النحر. نعم. لأن أزين ما عند النساء يعني بعد الوجه والشعر ثدييها، فالله سبحانه وتعالى قال أنه عليها أن تغطي بخمرهن، يعني الخمار غطاء الرأس باللغة العربية موجودة، يعني مفهوم لا يحتاج. فالذي يقول أن تغطية الرأس ليس في القرآن هذا افتراء. إن الإنسان خلق ضعيفا، يعني هو يميل بطبيعته إلى هذه الأشياء. هذه الأشياء. طب في ناس ثانيين يقول لك شيخ حمزة أنا محتشمة، يعني صح ما هي مبينة شيء، لكن مثلا محتشمة ماني متبرج ماني حاطة مكياج لكن كاشف. يعني بيقولوا ان الحجاب هو الحشمه، فيمكن نوضح ان الحجاب هو مش بس الحجاب تاخذ يعني فرق، مو بس الحشمه. في ناس تاخذ من الحجاب الحشمه، انه لو احتشمت في مظهر لبسي يعني لبست عادي وما لبست تايت كلوز وكذا بس شعرها كاشف. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن الى اخره. 12 يعني ذكر الله سبحانه وتعالى 12، يعني ممكن يكشفنا زينتهن ب 12 فقط. لماذا يعني أتى بدون أي خلاف أتى بالأصناف 12 في القرآن بكل وضوح ولم يترك يعني هذا؟ ثم ذكر مرتين ولا يبدين زينتهن. لماذا مرتين؟ لأن هذا الشيء من أهم الأشياء. مجد النساء عفتهن. المرأة العفيفة مرأة يعني في الحقيقة حتى الله سبحانه وتعالى قليل في القرآن يعني لا يكني بكناية في اللغة، يعني أنه يستخدم كلمة تشير إلى معنى، يعني كناية نوع من الاستعارة، يعني يستعير كلمة لتدل على شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر مريم التي أحصنت فرجها يعني صرح الألفاظ الصريحة. الألفاظ الصريحة لأن من مجدها عفتها، وهي أسوة لكل من يخاف، حتى للرجال هي أسوة، للقانتين يعني للناس الذي الطائعين لله سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام أسوة لهم سواء ذكر أو أنثى. مريم أسوة، كذلك المؤمن عليه أن نعم، ولكن المرأة هي تسعد الرجل. ولما قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. التبرج ما هو التبرج؟ إظهار الزينة. البرج يعني شيء عالي. يتبرج يعني يتكلف أن يكون ظاهرا. وما أكثر هذا. هي تريد أن تكون برجا يلفت الأنظار إليها. هذا هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، أولا حفاظا عليها حتى لا يؤذينا، يعني الذين يعيشون في الأماكن النائية عن الحضارة ولا يلبسون. ولكن شوف حتى الأبوريجينال يعني البدوي الأصيل في أستراليا أو في برازيل دائما يغطي السوأتين لازم. لماذا؟ في الطراء، وهذا أقل شيء في تغطية العورة. ولكن الحر الشريف أو الشريفة خلاص الله سبحانه وتعالى ألبسه. فالناس يقولون يعني الإنسان حيوان فقط. طيب أنت حيوان، أنت اخترت يعني ثم رددناه أسفل السافلين، لكن أنا أريد أن أكون
بالطراز الأول. الله سبحانه وتعالى قال أنه خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. شوف البشر مأخوذ من إيش؟ البشرة عبارة عن جلد الإنسان. إذا تنظروا إلى الحيوانات إما بالريشة أو إما بالشعر. نعم. فالله سبحانه وتعالى ستر الحيوانات حتى الطيور، ولكن أكرمنا أنه لم يجعل لنا بالشعر وبالريشة كأننا يعني حيوانات، لا، نحن بني آدم. فبشرنا يعني جعلنا بشر وجعلنا، والله هذه المعاني عجيبة جدا في الإسلام. في ناس كمان تحسب إنه المفروض ما تتجمل معناته خلاص يعني أنا صرت ملتزم ما أهتم في مظهري. نحن بنوضح الاهتمام في المظهر واجب، لكن ما يكون في مغالاة، يعني ما يكون في تكلف ذات، لكن المظهر اللائق واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لبس يعني مثلا كان عنده قميصة من الحبشة، وعنده جبة يمنية، وعنده قميصة من الروم، فهو الدولي في لباسه في الحقيقة. والله النبي صلى الله عليه وسلم هو لبس ثيابه من عدة دول، من عدة أمم، ولكن المطلوب الستر، والمطلوب كذلك أنك لا تتشبه بقوم كافر محبة فيهم، يعني أنك تميل إليه أريد أن أكون مثلهم. لا، إذا أنت تستحسن جمالهم، يعني مثلا إيطالي عنده لباس جميل أو شيء، أنت تميل إلى الجمال، لكن إذا تريد أن تكون مثل الإيطالي لأنه إيطالي، لا، هذا الميول إلى الكفر، كأنك ترى هذا الشيء عنده شيء أنا ما عندي. هذا اللباس اللي الآن ينتشر في العالم كأنه يقول أنا مادي، أنا إنسان مادي، أنا لا أؤمن إلا بالمادة، وأنا أريد أنك تنظر إلي كمادة لا كروح. أنا ما عندي روح، فلذا أريد أن أظهر زينتي، لأن زينتي عندي ما عندي في الظاهر. هذا الإنسان الآن إنسان ظاهر. شوف الدجال أعور، والأعور ما عنده ازدواجية في النظر، هو ما عنده بعد. الأعور الذي عنده عين واحدة لا يرى البعد، عنده فقط كل شيء بعدين، ما عنده البعد الثالث. فهكذا الإنسان العاصري، هو إما ينظر بعين الظاهرة لا يرى الباطنة، أو ينظر إلى عين الباطنة كغلاة المتصوفة وكأناس يعني غلوا في الدين وتركوا الظاهر من الدين. يقول الشريعة لا لا لا، أنا لا أؤمن بالشريعة، أنا أؤمن بالله، لا أحتاج إلى الشريعة. هذا ينظر إلى الحقائق ولا يرى الشرائع. لا، الشرائع شيء. يقولون يا أخي الشريعة قشرة، هذه قشور الدين. طيب القشرة خلق لماذا؟ لتحفظ الثمرة. إذا ما عندك قشرة كيف ينضج الثمرة؟ كيف ينضج ما في داخل؟ أبدا، والله أبدا ما ينضج، يفسد. فالقشرة أساسية. متى نقشر تلك القشرة؟ في الآخرة، ونأكل تلك الثمرة، ثمرة أعمالنا. نعم، هم الآن يريدون أن يتمتعوا. الآن أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاستمتعتم بها. طيب خلاص، أي أنت تريد الدنيا، الدنيا هي لك، الدنيا سجن المؤمن. أنا أختار أن أسجن نفسي. لماذا؟ لله سبحانه وتعالى، لأن أنا لست إنسانا ماديا، أنا إنسان مادة، والروح والمادة جزء مني. فأنا الحمد لله أخدم يعني تلك المادة، يعني يتزوجوا وآكلوا وأشربوا وتمتعوا، ولكن في حدود. تلك حدود الله فلا تعتدوها. فأنت في باريس متجه إلى الأندلس. We missed the flight. We missed the flight. احنا دلوقتي في مطار شارل دي جول، وطالعين دلوقتي على ملقا في اسبانيا. إنسان والله إنسان متواضع. يا سلام.